الحقيقة إن لمّا باتكلّم مع حد وباقول له إنّك عندك مشكلة في جوانب وش السلندر ولازم إنه يتغيّر، أول حاجة بيقولها لي: "بس يا باشمهندس العربية ما طحّنتش، يعني المحرك ما دخّلش الزيت على المَيّة، فإزاي هاغيّر الجوان والعربية ما طحّنتش؟ هو أنت لسه عندك مُعتقد إنّك علشان تغيّر جوان وش السلندر لازم يكون الزيت دخل على مَيّة؟ إطلاقًا، لازم المُعتقد ده يتغيّر." طيب إحنا إمتى بنغيّر جوان وش السلندر بدون ما المحرك يطحّن أو بدون ما الزيت يختلط بالمَيّة؟ بنغيّر الجوان في حالة إنه حضرتك عندك نقص في مياه التبريد بدون أي تفسير، يعني ما فيش أي حاجة ظاهرية بتخلّي المَيّة تنقص ورغم ذلك عندك نقص مياه تبريد بشكل مستمر أو بشكل دوري، فحضرتك بتروح المركز أو الورشة فبتعمل كبس دورة تبريد أكتر من مرّة وما بتلاقيش أي تسريبات خارجية، سواءً من المحرك كدورة تبريد أو سواءً من دورة التكييف من جوّه يعني من تحت التابلوه من التلاجة الداخلية، أيًا كان ما عندكش تسريبات نهائيًا. في الحالة دي لازم تكون فاهم إنك عندك مشكلة في جوان وش السلندر، وبنتأكد أكتر وأكتر إنه إحنا بنفتح غطا الرادياتير لو الدورة عندك دورة مفتوحة، بنفتح غطا الرادياتير بنلاقي الغطا بدأ يخرّج فقاقيع هوا، الفقاقيع دي عبارة عن الضغط بتاع دورة التبريد بدأ إنه يهرب برّه السلندرات. طيب أصلًا إحنا ليه بنغيّر الجوان أو ليه الجوان ممكن يتسبب في نقص المَيّة بتاعة التبريد؟ ده بيبقى بسبب إن في عندك غرفة أو 2 بدأوا يهرّبوا المَيّة بتاعة التبريد اللي هي المفروض بتاخد دورتها جوّه المحرك وبترجع تاني، لأ، في جزء من المَيّة دي بيهرب في نظام الإكزوست أو في نظام العادم وبيخرج من الشكمان من ورا. طيب برضه من أحد الطرق اللي بنعرف بيها إنك فعلًا كده عندك مشكلة في الجوان، تعالَ على خراطيم المَيّة هتلاقي خراطيم المَيّة أصبحت كإنك بتحط إيدك على حيطة أو على طوبة، بقت محجّرة جدًا. هو الطبيعي إن يكون فيها ضغط والطبيعي إنها ما تكونش مرنة جدًا، ولكن ما تبقاش حجر، يعني يكون فيها نسبة مرونة بسيطة جدًا. لكن لمّا تيجي تحط إيدك على خرطوم مَيّة وأنت عندك مشكلة في الجوان وش سلندر، تلاقي الخرطوم فعلًا أنت حاطط إيدك على حيطة أو على طوبة، حاجة صلبة جدًا. كده أنت بتبدأ تستدل من كل ده إنك عندك مشكلة في الجوان وش السلندر. إذًا أنا مش لازم العربية تطحّن معايا عشان يبقى أنا كده جوان وش سلندر بقى وأروح أغيّره، إطلاقًا. غيّر المعتقد ده في دماغك، وأتمنى ما أكونش طوّلت عليك. سلام عليكم.